احمد لبيب بيقول ازاي اوصل لاكبر عدد من المستهدفين بالتسويق الالكتروني. علشان توصل لاكبر عدد من الناس المهتمين بالسلعه او بالخدمه اللي انت بتقدمها اونلاين، عليك وعلى خماسيه النجاح. يعني ايه خماسيه النجاح؟ اول حاجه فيها انك تقعد مع نفسك والتيم بتاعك وتسال مين هم جمهورك المستهدف بالظبط. حدد هم مين، عمرهم، ستات ولا رجاله، اهتماماتهم، المشكلات اللي عايزين يحلوها، وكمان هم موجودين على اي منصه، فيسبوك ولا انستجرام ولا سناب شات ولا تيك توك. تاني حاجه، لو عندك ويب سايت اهتم قوي بتحسين الاس اي او للموقع بتاعك، تحط كلمات مفتاحيه قويه وتكتب محتوى الناس تحب تقراه. وخلي بالك قوي توافق الموقع بتاعك ده مع الموبايلات. تالت حاجه، انك تعمل محتوى جذاب وليه قيمه ومتنوع، فيديوهات قصيره او طويله، اعمل بودكاست، اكتب بوستات دمها خفيف الناس تحب تشيرها وتتفاعل معاها، حاجات كده يعني. رابع حاجه، انك تشغل اعلاناتك المدفوعه على المنصه اللي انت شغال عليها، حاجه كده حتى لو بمبلغ بسيط ولكن مستمره. وشغل في اعلاناتك ادوات الذكاء الاصطناعي اللي بقت قويه جدا في منصات الاعلانات دلوقتي. خامس حاجه، حلل وقيم كل حاجه بتعملها، ودي حاجه بتخليك تعرف هل اللي انت بتعمله صح او غلط، في امل منه ولا امل خدت عمر ونامت. وفي ادوات للتحليل والتقييم بالذكاء الاصطناعي هنتكلم عليها في فيديو جاي باذن الله. المهم يا ريت تكون الاجابه وصلت، وانتوا كمان تابعوني واعملوا شير، لاني هجاوب على اسئله كتيره بعتوها ليا الايام اللي جايه، واكيد سؤالك جاي باذن الله.